السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حاجة كده بس في السريع، ان احنا الحمد لله بقى عندنا 10,000 مشترك، فبشكرهم واحد واحد، وبشكرهم كمان على التفاعل. انتوا عارفين التفاعل بيبقى هو الوقود اللي بيجدد الشغف من وقت للتاني، لان هي هواية، فالهواية دايما بتبقى خطورتها في ان هي مش شغل. يعني ممكن واحد يوقفها في اي لحظة لو هو حس ان هو مثلا المود مش قد كده، مفيش وقت، فالضغط مش عارف ايه، فبيقوم موقف. فدايما بيجدد الشغف في الهوايات بالذات. في الحالة بقى بتاعتي دي هي الكومنتات والتفاعل والاشتراكات والكلام ده كله، فبشكركم، شيء سعيد جدا بالنسبة لي. حاجة تانية بقى بتوترني بهذه المناسبة، كانت بتسعدني قوي قبل كده ولحد دلوقتي بتسعدني، لما حد يطلب مني يعجبه فيديو فيقول لي طب عايزين بقى عن اغنية كذا، عايزين تحليل لألبوم كذا او مش عارف ايه، فببقى سعيد جدا. ده معناه ان المحتوى عاجبه، بس ساعات ما بلحقش اعمل الموضوع ده، لان انا اللي بصور وانا اللي بمنتج وانا اللي بحضر، فشغال لوحدي في الموضوع ده. ولسه قايل ان هي هواية بخصص لها يوم في الاسبوع، ما بقدرش اخصص لها اكتر من كده، فيدوب بلحق اعمل اللي اقدر عليه. فبدات الاقي ناس بيقول لي انت وعدتني على فكرة من 9 شهور ان احنا نعمل فيديو عن اغنيه كذا وما عملتش ومش عارف ايه. حتى انا بقيت اخاف اوعد، يعني هتلاقوا في الفيديو اللي فات ولا اللي قبله بتاع البوم وياه، قلت كده في الاخر ايه، هعمل ليلي نهاري الفتره الجايه. فبعدين لما الفيديو نزل قلت انا ايه اللي خلاني انا اقول، يعني ما لبست نفسي، ما افرض ما لحقتش ولا بتاع، او وعدت الناس هعمله كده كده ان شاء الله يعني. بس قصدي اقول انه حتى وانا بوعد بقيت بقلق، هلحق ولا مش هلحق وبتاع. فانا كل اللي عايز اقوله بس انه مش بايدي، انا بقول لك هوايه، حاجه شغف عندي اصلا، فاكيد اتمنى اعمل كل الفيديوهات والناس كلها تتبسط. بس هي الفكره في الوقت، وده مش معناه انك ما تطلبش، اطلب زي ما انت عايز، بالعكس بتطلب ده بعرف انك عاجبك المحتوى، بعرف الناس عايزه ايه. لو قدرت بعمل طبعا بدون تردد، بس لو ما قدرتش او ما لحقتش ما تزعلش، يعني ايه، تبقى عارف بس انه مش بايدي. هي الفكره بس فكره الوقت. يلا نبدا. عندنا اغنيتين، اغنيه معلمين اعلان وي صيف 2024، واغنيه دايما معاك اورنج، الاثنين نازلين مع بعض كده، فعايزين نعرف انهي اغنيه اقوى، والاغاني فيها اجواء الصيف فعلا مبهجه ومناسبه لدلوقتي ولا لا. وفي بقى نجوم كتير، يعني مثلا وي عندك تامر حسني وبقى سلطان، يعني داخلين على مخاطر شكلنا. عندك اعلان اورنج احمد عز طبعا، وغناء احمد سعد وبوسي، ده بقى مع حفظ الالقاب لجميع الاسماء. واعلان اورنج ده كمان كلمات والحان الفنان عزيز الشافعي، في شغل يعني. فتعالوا نشوف كده. تعالوا نبدا باغنيه وي. هي اغنيه مستفزه، لو احنا معلمين، احنا الجامدين بنعلم على الكل، فانت بتستفز المنافس فبتقول له بقى ايه، عادي يكتر الكلام، خلوا اللي يقول يقول. بعدها بقى سلطان بيقول مش باين صوتكم ليه مش سامعين وبتاع. طب ما هو ازاي، ما لسه قايلين خلوا اللي يقول يقول، يعني الكلام بيوصل لكم اهو، ما تقوليش كلام عكس بعضه. الاغنيه بتبدا بموال، غنى حر كده من بهاء سلطان وتامر حسني، ما اعرفش ايه لازمته، ما فيهوش حاجه، تقليدي جدا، فبالنسبه لي مش حلو. حتى مع ان صوت بهاء سلطان احنا عارفين انه صوت عظيم وبيحلي اي حاجه، بس برضه لو الموال مش حلو مش هحبه. لو انت مش بتحب الاسلوب ده بتاع انك عشان تعلن تقول انا اللي جامد، انا نمبر 1، انا اللي كذا 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 كذا، عادي، انا زيك برضه مش ماليش قوي في الاسلوب ده، ولكن ده بيجيب مع الناس للاسف. زمان ما كانش فيه الكلام ده قوي، دلوقتي بقى موجود. تطلع تقول انا نمبر 1 وانا المعلم على الكل وكذا وكذا وكذا، ده يعلي جدا من اسهمك. طبعا لزياده الاستفزاز بنوقف مزيكا، زعلت والمقسوم يدخل، طب معلش كلمه كلمه ولا ما تقفش، طيب حاضر. انا قلت قبل كده فكره ان انت تقطع لي الكلمات، طب معلش طيب حاضر، نفس الحرف الموسيقي بيتقال وكلمه او كلمتين بتقولهم، ده بيرقص قوي، بيبقى مصدر لك بقى المقسوم. بس كان نفسي بقى يبدلوا مع بعض، يعني اول مره تامر يقول زعلت، تاني مره بهاء اللي يقول زعلت، يبقوا بيبدلوا، ما يبقاش كل مره تامر اللي بيقول الجزء ده وبهاء اللي بيقول الجزء اللي بعده. كنت عايز اعرف زعلت من بقى هتبقى طالعه عامله ازاي. طيب من مود النهاوند بتاع زعلت دخلنا على مود كرد، مقام مختلف وجمله اطول بقى، مش كلمات بتتقطع. ده في جز وزمزقه وبحلاقه، لا احنا معلمين على ناس كتير كتير بقى، حلوه دي. وبعد كده برضو بنخش على جزء جديد في بقى ميكس النهاوند مع الكرد، يعني في ميكس الاثنين اللي فاتوا. التقطيعه بتاعت مين اها كلمات مش سامعين صوتكم ليه، بيقفل كده نهاوند، وبعد كده هنعلي على اللي على جمل طويله، هنعلم عليه، تلاقيها كورد شويه، يعني عمل ميكس ما بين المقطعين اللي فاتوا. يعني اغنيه لذيذه فيها كل ما يستفز المنافس. يعني لو اورنج كانوا يعرفوا كده كانوا جابوا مروان موسى بقى وعفروتو يردوا على الكلام ده، ولكن لا، اورنج ستايل اغنيه دعائيه تقليديه، مش بقى انا جامد وانا شديد والكلام ده كله، لا احنا بنتكلم في اللي هو بنبدا بالاول بغزل كده عاطفي، والصيف حلو وانا عامل جو، عروسه البحر انا ملك البر، ده انا بالي طويل والجو جميل، يا واد يا تقيل انا هستناك، ما اعرفش دي قصه حب ايه علاقتها
علاقه هنا بيا وباورنج. بعدين يبدا بقى يصدر لك فكره احنا بتوع بعض، احنا بتوع بتوعنا وهنكمل مع بعض وهنكمل موضوعنا. فده ستايل تقليدي جدا، خصوصا بقى كمان لما يخش لك في سكه انت معدي ما حدش عداك، اللي هو انا بقى اللي جامد المره دي، انت عايز تقنعني ان انا جامد. كوكتيل حب وجدعنه يعني حاليا انا مش عايز اشتري الكلام ده، ما تفهمش اتعودت بقى على الكلام ده فبقى فيك، ولا انا مش مصدقك اصلا من الاول، فحاسس انه يعني كلمات الاغنيه بتاعت وي واقعيه اكتر، رغم انه مش نوعي المفضل، بس هو صدر لك اصلا في الاول فكره ان خلي اللي يقول يعني واضح ان في الكلام بيتقال عليا انا كوي، فخلاص انا برد عليهم، فمن حقي بقى اقول انا بعلم عليهم وبعمل كذا وكذا وانا جامد وبتاع. هو صدر لك يعني الفكره دي. طيب احنا عندنا في بنى بنبنيه عشان نوصل لجمله، هي الجمله دي اعتقد هي بطل الاغنيه. الصيف حلو لو لو وانا عامل جو جو جو، بعد كده احمد سعد انا بالي طويل والجو جميل ايوه دي تقيل، وبعد كده بقى نخش على الجمله اللي هي البطل. الايقاع كمان بيتحول مقسوم، والجمله هي فيها الركوز بتاع النهاوند المقام الجميل ده بصوت بوسي كمان اللي هو صوت جامد قوي. فنلاقي وصلنا لده محليك هنا ولا هناك، ده انت معدي ما حدش عداك. حتى الجمله اسمها دايما معاك على اسم الاغنيه، الرمز او الشعار الاورنج. فهي بالنسبه لي الجمله الاقوى يعني اللي بستناها كل مره، وكل مره بيضيف حاجه قبل الجمله دي. فتلاقي المره الجايه قبل ما نقول دايما معاك بنضيف جمله لحنيه قبلها، اللي احنا بتوع بعض احنا بتوع اللي بتوعنا، بعد كده دايما معاك. تالت مرة برضو بنروح لدايما معاك بنزود جملة لحنية برضو جديدة، يعني كل مرة بنزود. عزيز الشافعي بيعمل الحوار ده كتير جامد طبعا. الجزء التالت بقى اللي هو فيه كوكتيل جدعانة ومش عارف ايه، برضو دي جملة لحنية جديدة، ولا ننساك وعرب بقى وحليات وحركات دايما معاك. انا حاسس ان في كوبي رايت جاي عليا، هتدشمل لي الفيديو. انتوا عارفين لو مفيش كوبي رايت يا لهوي على اللي كنت اعمله، كنت هبقى واخد راحتي بشكل مش طبيعي. طبعا مضطر اختار اغنيه تكون اقوى من التانية عشان عنوان الفيديو. بكلمكم يعني مش غرب يعني، فمش يعني انا بالنسبه لي في الطبيعي الاتنين نفس المستوى، مش حاسس ان في واحده اقوى من التانية، الاتنين اغاني لذيذه حلوين. بس لو مضطر اختار، وده خدوا بالكم اللي انا قلته ده كله انطباع يعتبر اولاني، يعني المفروض ان الوقت لما بيعدي ممكن ارائي تتغير، او لما انت دايما لما تسمع الاغنيه اكتر او اكتر واكتر، اختبار الزمن لما بيعدي عليها ساعات رؤيتك بتتغير. فانا حاليا ممكن اقول ان ده يبقى انطباع اولاني ميال اكتر لاورنج. اتمنى يكون الفيديو عجبكم وشكرا.